الكل واحد ما يخمس ولا يهتم بالخمس أبدا. أتمنى تسمع هذا الحديث نوعين: أنه يخرج ويبعث أناس إلى يوم القيامة وقد طوقوا بحية من نار، وتسحبهم الملائكة وتعيرهم في المحشر وتقول: هؤلاء الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير. أول شيء الرواية ما قاعد تسولف على الخمس أبد، ولا يم الموضوع ولا يم الخمس أصلا، أنت جبتها وربطتها. الشيء الثاني، خلينا نتفق وياك، أقول لك هاي الرواية على الخمس قاعد تقول الرواية الذين منعوا خيرا قليلا من خير كثير، يكون بهم ما عندهم خير كثير، شلون ينطون؟ فصار الخمس هنا على اللي عنده فلوس يخمس، واللي ما عنده ما يخمس. أنت مجيته وش قلته؟ وحتى اللي يبيع قواطي خليه يخمس. هذا بالقواطي الخطية، المسكين اللي ظهره مكسور من القواطي قلته واجب عليه ينطي الخمس. فايش هالربط هذا اكفر بيك من صباحيات. جاب هاي الرواية وحطها بالخمس وطلع نتيجة وجاب الحية وطببها ما ادري وين وقال الخمس واجب.